والشيء اللي مضحك للامر انه يطالبون وعندما تتحقق الصفقه مع كل احترام والتقدير والمحبه للامير الوليد بن طلال فيه اسماء هلاليه اعلاميه توحد الصوره، الهدف التغريده انه هذا بدعم وتمويل كامل من اداره الهلال، واحنا نعرف انه مو بصحيح. هذه مناكفات. لا مو مناكفات، لما تكون من اعلاميين انا اسميها تفاهات، ومن يحاول ينمي هذه الصوره ويسوق لها بطريقه فيها نوع من السذاجه. انا اعتقد انه اغلب الاعلام الهلالي اللي لما تشوف الصفقه مناشدات وهاشتاجات وبكائيات، ولما تتم الصفقه والله شكرا فهد بن نافذ، شكرا وليد بن طلال، وحنا نعرف انه اللي مول الصفقه هو صندوق الاستثمارات العامه، فمثل هؤلاء هم المفروض انهم يطلعون يشكرون ويعطون الحق لاهله، لانه في الاخير احنا نعرف كل الانديه اشوفها مناكفات جماهيريه. لا انا شفتها اعلاميه، انت ما شفتها، انا شفتها اعلاميه. فيه جماهير، انا شفتها اعلاميه وفي اعلاميين كبار، يعني تتكلم عن واحد عمره 50 60 سنه، مو يعني تو مبتدئ في الاعلام وانه يبحث عن ريتويت، تتكلم عن انه صفقات 50 60 سنه. اغلب الاعلام الهلالي مصدقين هذا الشيء ومتبنينه ويصدرون للجمهور، الجمهور اللي انا الى البارح يكتبونها اسماء تتكلم عن يكتبون في اعمده في 20 سنه و25 سنه، صحيح انه ما لهم ذاك الصيت ولا طيب. ذاك التاثير. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل.